السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا عايزة أقول إنكم وحشتوني كتير جدا 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 من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه. بس يا ريت يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان نشوف بقى اللي يحصل مع آسيا وكاسر وباقي أبطال روايتنا. جماعة بجد أنا بقيت حاسة إن هما يا جماعة بقوا عشرة عمرو قوي، بالأخص جاسر وآسيا لايقين على بعض بصراحة. المهم يلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي ايه اللي هيحصل فيها وبتحكي عن ايه. وزي ما قلت لكم اعملوا لايك عشان اي فيديو او اي حلقة انا بنزلها توصل لكم او يجيلكوا اشعار بيها. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. كان بيقرب منها فهد وملامحه العصبية الحد اللي كانت مخوفة أسيل جامد جدا. أسيل كانت بتبص في كل حتة في الغرفة، في كل ناحية، عشان تعرف ان هي تخرج. وفعلا سابته وجريت واتوجهت ناحية الباب، لكن لقيته في وشها. رجعت هي بظهرها وجريت منه، وفي خلال دقايق كان هو مسكها من دراعها. كانت هي مش عارفة تعمل ايه، كان بيبصلها وعلى وشه عصبية شديدة. ضربته هي في رجليه وطلعت تجري من الأوضة كلها. اما عنه هو فهو كان بيبصلها لثواني وظهر على وشه ابتسامة جميلة تبين إعجابه الصريح بيها. أسيل طلعت لقيت إن البنات كانوا بيرنوا عليها، فقررت إن هي ترد. وبعد السلام والكلام ماريا قالت لآسيا: بقولك إيه يا آسيا، أنا آسفة أوي إن ما جيتش معاكي في يوم زي امبارح وما جيتش معاكي المستشفى. أنا آسفة، بس محمد ما كانش سامح لي ان اروح معاكي، يعني عشان البيت وكده. فهمني. اسيا قالت لها بحب: فهميك يا حبيبتي، ما تقلقيش، انا اصلا مش زعلانه. فضل السكوت بيرقفه، والسكوت كان هو السيد الموقف في الاثناء دي، لحد ما اخيرا اسيا قالت بتوتر: اسيا انتي عامله ايه مع جوزك الجديد؟ أسيل سكتت لثواني. هي عارفة ليه صاحبتها بتسأل السؤال ده. صاحبتها مش عايزة يحصل معاها زي ما حصل معاها، فقالت بابتسامة: لا ما تقلقيش، أنا سمعت كلامك وما بقتش بسكت على أي حاجة بتحصل. فاكر نفسه سي السيد. كملت كلامها بهزار: وبعدين انتي بتستهوني بيا وقدراتي ولا ايه؟ لا خدي بالك، على فكرة ده أنا ست قادرة. ماريا ضحكت على الكلمة اللي هي قالتها دي: قادرة؟ دي انتي تقريبا يا بنتي اكتر واحدة فينا بريئة. فضلوا ان هما يضحكوا مع بعض وعدى وقت كتير جدا ما اتحسبش، ولا هما عارفين قعدوا كام ساعة ولا كام دقيقة ولا حتى كام ثانية. من كتر ما الوقت كان جميل، ما كانش فيه فتن او خداع او كذب. كان اللي بيتقال على قلبهم كان بيقولوه خلاص، واللي يطلع يطلع واللي يحصل يصلح. اما عن جسر، اما في يوم جديد. جسر صحي في يوم جديد، خد شاور ونزل على المطعم بتاعه اللي هو جنبيهم. وهو لسه ملقاش شغل، هو بيدور بحس ان هو يلاقي، بس للاسف الشديد هو ملقاش شغل بسبب ان هو لسه متخرج من قريب. لكن هو بيدور وربنا يسهلها بقى. اما عن ماريا، فبتصحى في يومها كالعادة، بتكون زهقانة مش عارفة تعمل ايه. محمد كان في الشغل، هو يومه كله في الشغل، يا عيني بيتعب، وده اللي هي شايفاه، لكن ما تعرفش ان هو عند أسيل. بعد ما صحيت خدت شاورها ونزلت قعدت على السفرة الكبيرة الجميلة. قعدت بهدوء، اما عنه هو فكان سرحان فيها. لما بدأت ان هي تاكل كان ملامحها جميلة وهادية وبريئة وكانت حلوة. ظهر على وشه ابتسامة بتلقائية، وللأسف أسيل خدت بالها، رفعت حاجبها باستغراب. لكن هو لما جه كشر فاتأكدت إن هو ده فهد. بعد ما خلصوا أكل هو قام وهو بيقول لها: جهزي نفسك علشان النهاردة عندنا عشاء عمل وأتمنى تشرفيني. سابها ومشي من غير ما حتى يعرف يقراها. قالت هي بعصبية: ده ايه الإنسان قليل الذوق ده مشي من غير ما حتى يعرف رأيي. أوه. غمضت عينيها وبتاخد نفس عميق. بجد زهقت من الإنسان الساذج المقرف ده، المستفز اللي بينجح كل مرة
إنه يستفزها. طلعت هي وقعدت في الجنينة وسط الطبيعة. إما عن هو فكان بيتكلم في الموبايل. وقف على جنب في الجنينة علشان يقدر إن هو يتكلم. لكن بعد ما خلص المكالمة اتصدم لما لقاها قاعدة وسط الطبيعة. كان شكلها جميل جدا. ابتسم بإعجاب لأن مفيش جمال ده زي ده إلا في الصور الطبيعية. كان نفسه يروح ويقعد جنبها، بس للأسف هو يتأخر على الشغل، فقرر إن هو يركب ويسيب الملاك البريء ده لوحده. ركب العربية وتوجه ناحية الشركة، وهو عينيه على الملاك البريء اللي مش قادر يطلعه من دماغه ولا عقله ولا قلبه. عند الشام في أمريكا كان قاعد هو واقف قدام الشباك. كان على الظاهر على ملامحه ملامح الحزن، وهو شايف ماريا قدامه بملامحها الجميلة وخفة دمها وعصبيتها الجميلة وشكلها وعيونها اللي بتنجح كل مرة إن هي تسحره. هو لسه بيفكر فيها افتكر لما كان مدي جواب لجاسر وقال له إن هي تشوف الجواب ده. يا ترى هي شافته؟ هو قال له إن هو يديها الجواب ده في وقت يكون مناسب ويكون جميل. إما عن أبو أسيل فكان مبتسم جامد جدا. هو فرحان خلاص. هو يقدر يشتغل ويقدر يعمل كل حاجة من غير وجع الدماغ بتاع أسيل ده، وهيقدر ينجز ويعمل حاجات كتير جدا، وعلى الأقل ما عندوش ديون. يعني هيقدر يكبر شركته زي ما هو عايز، وممكن يرجع أحسن من زمان كمان. بعد مرور من الوقت كان بيكون جه فهد وبيلبس بدلة جميلة جدا وشيك بعد ما بياخد شاور، وبيلبس بدلة بتبين عضلاته المفتولة. كان شكله جميل جدا وجذاب. كان واقف هو ومستنيها، ونزلت هي برقتها وجمالها اللي بتزداد بيه كل مرة، وبتنجح ان هي توقعه. اما عنها هي فكانت نازلة وهي بتبص عليه وعلى شكله وعضلاته المفتولة اللي باينة من البدلة. كان جميل جدا وسيم، ويقدر في اللحظات دي ان اي انثى تشوفه تقع اسيرة ليه. هو مسك ايديها وشدها وركبوا العربية. وفعلا وصلوا عند الحفلة الجميلة الفخمة. اتصدمت وشهقت بصدمة وبقها اتفتح لما لقت اللي هو قاعد وبي استقبله. كان حازم بنفس الملامح اللئيمة الخبيثة. بلعت بقها بتوتر. فهد شاور لها بمعنى ان هي تقعد، وفعلا هي قعدت قدام حازم وهو قاعد جنبها. قال لها حازم بضحكة خفيفة برغم خبثه: مالك بس؟ كأنك عاملة. حاولت إنها تبتسم، لكن لما طلعت الابتسامة طلعت بتوتر. حازم كان بيراقب كل تصرفاتها. قد ايه الأنثى دي مكتملة الأنوثة، تنفع جدا في اللي هو بيعمله. لكن قطع شغفه لما لقى فهد بيبصله وعلى ملامحه دي وهو بيقوله: احنا مش هنبدأ الشغل ولا ايه؟ اظن ان كده كتير، صح؟ بيبتسم له هو بتوتر. هو بيقول له: اه طبعا طبعا يا فهد بيه، يلا نبدأ شغل. كان هو مش طايقه فهد، وكان بيعامله بطريقة وحشة جدا، بس للأسف هو لازم يستحمل على الأقل لو شوية، لأن شركة فهد بيه شركة مشهورة جدا ومعروفة، وليه صفقات أعلى من شركة حازم بكتير قوي. وحازم ما كانش متصور إنه ممكن يطلع الصفقة معاه أصلا. بعد ما بيخلصوا بيقوموا كلهم، حازم بيرحب بيه وبيقوله: يلا سلام بقى. وبيسلم عليه، لكن فهد ما بيسلمش عليه وبيسيبه ويمشي. بيكون حازم محروق جدا من الموقف اللي حصل ده. اهانه قدام ناس كبيرة جدا، ودي تعتبر اهانة. وقف فهد. انا اسيل استغربت، لكن لقيت بنت جميلة جدا، شعرها طويل ولونه اصفر وعينها خضرا مختلفة، وكان شعرها جميل. بصت لهم باستغراب لما لقيته هو بيسلم عليها. هي راحت قالت له: ازيك يا فهد بيه؟ عامل ايه دلوقتي يا عم؟ ابتسم لها بهدوء وهو بيقول لها: الحمد لله يا ستي، انا كويس. وانتي عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه. بيكون بصلهم هما الاتنين باستغراب، وبصلهم برفعة حاجب، واللي عايزه تقول لهم شويه كمان واجيب لكم كوبايتين ليمون. بعد كده
هو قرر ان هو يمشي واستأذن منها، بس قبل ما يستأذن فاجئ أسيل بالحركة اللي هو عملها لما يجي بص على دماغها. بعد كده سابها ومشي. اما عناية فكانت بصله برفعة حاجب وضيق شديد جدا. بقى فهد بيه اللي مكشر يطلع كده. اول ما راحوا على القصر فضلت ان هي قاعده وهي بتسرح شعرها. قرب هو منها، هو بيقول لها في ايه مالك؟ مش مظبوطه من ساعه ما احنا خرجنا من الحفله. لا ابدا، انا مش زعلانه خالص على فكره، مش زعلانه خالص انك بوستها. يا شيخ، ده انت حتى ما عملتش كده مع مراتك، تعمل كده معاها هي؟ ابتسم لها بخبث. بلعت هي ريقها من اللي هي قالته وبتلعن غبائها وهي بتدوس على شفايفها.